علي فهم الحديث على نهائي الشامبيونز ليج، مباراة الذهاب في مصر بين الأهلي المصري والوداد. مباراة تنتهي الفات الأهلي 2-1. بيرسي تاو يفتتح النتيجة في دقيقة 49 45 زائد 4. ثم كهرباء يسجل الهدف الثاني في دقيقة 59. وسيف الدين بحراتي يسجل الهدف الوحيد للوداد بعد اسيست من سامبو في دقيقة 86. هدف ثمين جدا للوداد في آخر 5 دقائق من المباراة، هدف يوزن، هدف باش يكون عنده قيمة كبيرة في مباراة الإياب، خاصة أن الوداد سيكون مدعوم بجماهيره اللي باش تكون حاضرة، وجماهيره ديما تصنع الشو. خالد أنت تعرف ولعبت في المغرب، دونك هدف يبعث على التفاؤل بالنسبة للوداد. وبرشا فنيين حكاوا على أنه الوداد سيكون مفضل للفوز باللقب، خاصة وأنه عنده ممكن أسبقية على الأهلي، فاز عليه مرتين في النهائي الشامبيونز ليج. قبل ما نعطيكم الكلمة وقبل ما نحكي على مباراة النهائي باش ناخذوا راي اللاعب السابق للوداد، لاعب المنتخب المغربي، محلل القنوات بيين مع تجارب في فرنسا وفي ألمانيا، في نونسي، في مانهايم، فرق أوروبية. اللاعب السابق لمنتخب المغرب ومحلل قنوات بيين، عبد العزيز بنيش. سي عبد العزيز مرحبا. اهلا وسهلا بكم والساده المشاهدين والمستمعين وكل ضيوفك الكرام. مستمعين ومشاهدين يا سي عبد العزيز، بما انه نحن ايضا اي اف ام تي في. تحيه ليك، شكرا ليك على قبول الدعوه، سعداء جدا انه انت حاضر معنا. خالد القربي قال لي خدمت انا وياه في قنوات البيين، شنو رايك ساعه في خالد القربي ومستوى التحليل في بيين؟ خالد من انعم الناس والطف الناس ومن ارقى الناس، ووجه له التحيه ونتمنى نشوفه مره اخرى ان شاء الله. شكرا، الله يخليك. اكيد اكيد سيكون له عوده الى قطر للتحليل في قنوات البين اكيد. سي عبد العزيز، مستوى المباراه قبل ما نحكيه على اللي صار في المباراه بالتفصيل، مستوى المباراه كيف شاهدت مستوى الفريقين، مستوى الدور النهائي بين افضل فريقين في الموسم هذا الاهلي والوداد في النهائي؟ برافو عليك، لانك سوف ابدا بما انهيت به، وهو افضل فرق. افضل فرق صحيح في السنوات الأخيرة، والدليل على ذلك وصولهم إلى النهائيات. الوداد بطل الموسم الماضي، الأهلي أيضا في النهائي، وخصوصا الأهلي كان وصل نهائيات من فيما قبل وفاز بهم. الوداد أيضا أظن في السنوات الأخيرة أظن بأن الوداد والأهلي أظهر استقرارا واستمرارية كبيرة جدا رغم رحيل العديد من اللاعبين في صفوف الوداد، لأن الأهلي شيء آخر. الأهلي بالعكس هو يحتفظ كثير باللاعبين ويدعمهم كل موسم. الوداد أنتم عارفين بأن الوضعية المالية للفرق المغاربية مغايرة للفرق المصرية. الفرق المصرية تحظى بدعم كبير جدا، وانتم عارفين الاهلي والزمالك والفيوتشر وبيراميد، اذا شفنا ميزانيتهم فهي ميزانيه عاليه جدا. بينما الانديه المغاربيه دائما تعاني في اواخر الموسم وتضطر لبيع اغلب نجومها، وهذا ما وقع للترجي ايضا وللنادي الافريقي قبل. واظن بان الوداد والرجاء والعديد من الانديه فهي تضطر الى بيع بعض نجومها لكي تضع توازنا في ميزانيتها ولا تعاني من مشاكل ماديه ممكن ان تعيقها في استمراريتها. لكن بفضل التدبير المحكم لإدارة النادي تم جلب بعض اللاعبين المحليين، تم تعويض رحيل أشرف داري بحلول داخلية. أيمن أبو الفتح أو فرحان، اللاعب زولا اللي أتى لكي يلعب كظهير أيسر أصبح يلعب كقلب دفاع، لأن نعرف بأن عطية الله كان سوف يرحل إلى مونبلييه، ولكن في الأخير عاد إلى الوداد. لم تنجح تلك الصفقة وعاد إلى الوداد، لذلك تم تثبيت زولا كقلب دفاع. لذلك فأظن بأن الوداد هذا الموسم عانى شيئا ما، ولكن بتغيير ايضا العديد من المدربين، لكن في الاخير تبقى شخصيه البطل، تبقى الاراده كبيره، وهناك مجموعه مميزه. وشفنا امس اداء مميز من الفريقين، شفنا نهائي رائع جدا، نهائي مفتوح.
مم. صحيح كانت سيطرة للأهلي في بداية المباراة نظرا لتأخر الوداد في منطقة دفاعه. دافع قريب من المرمى وعانى ولكن صحيح أن الأهلي سيطر من ناحية الاستحواذ، لكن لم يخلق فرص كثيرة. الفرصة الوحيدة اللي سجل أو فرصتين، الفرصة الأولى كانت للشحات، والفرصة الثانية كانت جاء منها الهدف إثر خطأ دفاعي. بالعكس الوداد تحت له فرصة في آخر المباراة عن طريق الجعدي. وما بين الشوطين أظن بأن المدرب وضع بعض التغييرات خصوصا تكتيكية، حيث دافع ب20 متر إلى الأمام وتم تقليص بعض المساحات، وشفنا وداد آخر قادر على خلق الفرص، قادر على ردة فعل. واظن بان شفنا اداء فني من الفريقين رائع جدا، وعجبني كثير الاداء الفني للفريقين والمستوى الفني للمباراه. كابتن الوداد ومدرب الوداد فاندر بروك لم يكن له وقت كافي يعني تحضير الفريق. نعم. تقريبا عنده اكثر شويه من اسبوعين يعني درب في الوداد، نقولوا 3 أسابيع يصل نعم. الى الدور النهائي. له فرصة يعني في تحقيق اللقب بعد 2-1 في الذهاب وهدف ثمين سيف الدين بوحراتي في دقيقة 86. كيف ترى حظوظ الوداد ولمسة المدرب فاندر بروك؟ أكيد فاندر بروك عندما أتى للوداد تحت متطلبات الجماهير، لأن الوداد غير 4 مدربين وهذا هو المدرب الرابع هذا الموسم، لأن كل المدربين الذين أتوا لم يستخرجوا الأفضل من اللاعبين الموجودين. كان دائما يختارون النهج الدفاعي الذي لا يتأقلم مع عقلية الوداد. عقلية الوداد فريق تفوز عليه ولا يفوز عليك، وليس فريق يكسر اللعب أو فريق يمتنع عن اللعب، لا، فريق يلعب معك، فريق يلعب معك. هذه شخصية الوداد. دائما عندك 5 مهاجمين، مش ممكن انك تلعب واحد وتجلس 4 على دكة الاحتياط. فاندر بروك لعب 3 مهاجمين في سان داونز، وعندما اراد ان يعمل تغييرات اخرج 3 وادخل 3 مهاجمين، وشفنا النتيجة. شوف في بعض الاوقات حسابات المدربين في بعض الاوقات صعبة جدا. اذا ما عندكش، ولكن اذا لديك الحلول فاستغل الحلول. خير الدفاع هو الهجوم مع الحفاظ بالتوازن. احنا لا نقول لك انك تلعب بطريقه انتحاريه، لا، العب بتوازن، لكن مش ممكن ان لاعب خالد يعرف ذلك. كل واحد لازم يقوم بدوره، المدافع يقوم بدوره، وسط ميدان يقوم بدوره، والمهاجم يقوم بدوره. اذا نطلب من المدافع انه هو يقوم بدور المهاجم، هذا يعني ان هناك خلل. مع الحفاظ على التوازن. ما هو هذا التوازن؟ التنشيط الدفاعي، الكل سوف يشارك، هو من في هناك من يضغط، في هناك من يحاصر، في هناك من يسترجع الكرة، وهذا هي الكرة. مش ممكن ان الكل يقوم بنفس الادوار في المباراة، مش ممكن. لذلك فدائما لازم الحفاظ على التوازن. شفنا في الأندية العالمية، من الأندية كلها العالمية التي تنجح هي التي تحافظ على توازن بين المهاجمين ووسط الميدان والمدافعين. هذا احنا مش هذا هو المنطق. احنا ما اخترعنا ولا شيء في كرة القدم، احنا فقط مكملين، ناخذ اللي تعلمناه نعطيه فقط. لا تبدا تتفلسف ونقول لا سوف يلعب بدفاعيه وانا العب ضد فريق ضعيف والعب بطريقه دفاعيه. مش حيصدقك ولا واحد، مش حيصدق. ولكن اذا ما عندكش الحلول وتقول انا هذه الادوات اللي يلعب بها، خلاص. اذا ما عندكش ادوات العب بالادوات الموجوده، ولكن اذا عندك ادوات لكن لازم تستخرج منها الافضل. لذلك تم تغييرات في الاطار الفني هذا الموسم ل3 مرات، وهذه المرة الرابعة. وأخيرا وجد الوداد في هذا المدرب من يستطيع أن يواكب المباراة ويواكب أيضا متطلبات الجماهير ومتطلبات المباراة. متطلبات المباراة أمس شفتي تغييرات، لم يخف حتى أن السيناريو كان صعب 2-0، وكانت هناك أخطاء تحكيمية وكانت هناك أخطاء من الجهتين. بالضبط، الأخطاء التحكيمية يعني مدرب كولر بعد المباراة كان غاضب جدا، قال فما لقطة دهس لاعب من الأهلي في منطقة ضربة الجزاء، قال فما ضربة جزاء، لمسة باليد. أنت أيضا قلت أنه فما أخطاء أخرجت الوداد نسبيا من المباراة، الدفع من الخلف من طرف علي معلول لأيوب العملود، كانت فما ضربة جزاء. قلت أيضا فما خطأ على المترجي. التحكيم ألقى بظلاله، أثر على نتيجة المباراة. تعتبر أنه أثر على نتيجة المباراة، وشكون ضر أكثر الوداد أو الأهلي من التحكيم؟
شوف انا اظن بان، شوف انا والله راك تعرفني انا مش انا ودادي وكل شيء، لكن مم. في عندما ياتي بالكره وتحليل الكره لازم يكون صريح مع الناس اللي طبعا. بيستمعوا لي. طبعا. لازم يكون معهم صادق معهم، يعني يضحكوا عليك. مم. الناس يضحكوا عليك يقول لك هذا، يعني في الاخير عارفين الحقيقه ومش عارفين. شوف مم. الوداد كان يستحق الطرد، كانت مم. لمسه يد لعطيه الله اخر مدافع كان يستحق الطرد. مم. لكن كولر كما يقول ضربه جزاء هذه عدناها بلا لوب، يعني مم. بالمجهر عدناها، ما كانش هناك لمس لرجل الشحات. الشحات مم. هو اللي رانا من نفسه، وحتى جلال الداودي فهو خبط الكره، يعني كان رجله قرب رجل الثاني، ولكن ما كانش هناك دس للرجلين. احنا عاودناها كم مره، لكن في قضيه عطيه الله، في قضيه عملود فكان هناك لمس واضح، دفع واضح. كره القدم مش لازم انك يسيل دم عشان تصفر ضربه جزاء. طبعا. هناك ديزيكيليبر، واحد طالع بالكره براسه وواحد دسه من وراء بظهره ولا جره الفانيلا، لا اكيد سوف يفقده توازنه. الكره كلها توازن. طبعا. كلها كما كنقولوا بالفرنسي لا فورس دو لينيرسي. لا فورس دو لينيرسي هو ما كتحكمش فيها انت. ممكن واحد انت كتجري وواحد يدسك بس بصبعه ممكن يوقعك في الارض. لذلك كان هناك خطا ايضا على مترجي، كان وحده رايح للمرمى، وكان هناك المهم انا شوف الوداد ولا الاهلي قادرين على التسجيل في اي مباراه. لذلك كنت قلت ان للحكم اعطي لي كل ذي حق حقه، وبعد ذلك نشوف ايش يصير في المباراه. مش محتاجين انك ما تصفرش هنا وما تعطيش كارت هنا، لان هذاك مش حيلعب مباراه الاياب على مروان عطيه كان يستحق كارت. صفرتي فول وما عطيتيش كارت اصفر. اذا عطيتيه كارت اصفر مش حيلعب مباراه الاياب. يعني ممكن حندخل في بعض الحيثيات وانا مش حابب. يعني الاخطاء كانت يعني من الطرفين، الاخطاء كانت في حق الوداد وفي حق الاهلي ايضا. هذا نعم. يرجع الى ممكن ضعف مستوى التحكيم الافريقي، ضعف المستوى الافريقي فقط. معناه ليس هناك سوء نيه، ما في سوء ولا في سوء نيه؟ تعتبر ان في سوء نيه؟ لا مش في سوء نيه. لا مش في سوء نيه. هناك سوء اختيار اظن. سوء اختيار فقط في مباريات تعطيهم الحكام قادرين على اداره مثل هذه المباريات، وفي حكام لازم انهم يتدربوا اكثر وما نرميهمش للنار بسرعه. فهمتي ولا؟ وحتى امس لو كانت شويه ديال الخبره كان الفار لازم يساعد الحكم الوسط، لازم يساعده في بعض القرارات، ولو بينه وبينه يقولوا لا راه في فاول، يساعدوا، لا راه فيها اوفسايد، لا راه فيها كارت، لا فيها، غير يساعدوا شويه، يشوفوا ان ديفيكولتي ويشوفوا انه عنده مشكل في المباراه، يساعدوا شويه. ما كانش هناك مساعده، خلوا طبعا. كيفاش ترى حظوظ الوداد بعد 2-1 في الذهاب؟ كيفاش ترى الحظوظ؟ والله سيناريو الوداد انقذ بذلك الهدف. سيناريو كان ممكن يكون كارثي، يعني 2-0 كان صراحه صعب جدا. وشفنا الاهلي عندما فاز على الترجي ب3 أهداف 2-0، والاهلي قدم مباراه لا باس بها في مباراه الاياب. شوف رغم الاكراهات ورغم الغيابات اظن بان 1-0 ماشي هي 2-0، و2-0 ماشي هي 3-0، و2-0 مش هي 2-1. يعني يكفي هدف واحد للوداد لكي تتأهلوا. لكن الوداد إذا دخل بهذه النية أن 1-0 يكفي، سجل أولا هدف وحافظ على شباك نظيفة، لأن الآن يلعب أمام فريق عنده مكونات وعنده مؤهلات هجومية، وقوته في الفريق وهو الهجوم. يعني عندك ثلاثي كهرباء وشحات وبيرسيتا، وهذو 3 مهاجمين يقدروا يسجلوا في أي وقت. قوة ضاربة في الأهلي. لذلك فالمشكلة مش بهذه السهولة انك يكفي انك تدخل وتسجل والجمهور وكذا. لا هناك دراسة، هناك عقل، هناك ايضا ضبط الحماس لكي لا تترك مساحات. طبعا. سؤالي الاخير، نبعد شوي على نهائي الشامبيونز ليغ، المغرب وتنظيم كاس افريقيا 2025، تنظيم او الرغبه في تنظيم مونديال 2030 مع كل من البرتغال واسبانيا. حظوظ المغرب والمنافسه في كاس افريقيا، فمنافسه مع الجزائر، ولو انه الكواليس تقول انه المغرب هي التي ستحظى بشرف التنظيم، و2030 منافسه مع ملفات اخرى من امريكا اللاتينيه. كيفاش ترى حظوظ المغرب؟ الصراحه
شوف هذا انا ما نحب ندخل في هذه الاشياء لان هناك اصحاب القرارات، ولكن انا اقول بان المغرب منذ سنوات وهو نظم العديد من التظاهرات، قدم عدة ملفات لاحتضان كأس العالم منذ بداية الألفينية، وجاهز بالنسبة للشبكة الطرقية والفنادق والمواصلات والاتصال، لأن ليس فقط الملاعب فقط. حصر تنظيم تظاهرة في الملاعب يكون خطأ. هناك المحيط أيضا، وأظن بأن كل واحد سوف يلعب كروته، وسوف نصفق لمن يفوز بالتنظيم. الأوفر حظا تعتبر المغرب مع المنافسين؟ تعتبره الأوفر حظا؟ والله أنا أرى بأن المغرب أوفر حظا، ولكن يعني هناك يعني شوف هنا تبقى أيضا كل واحد يراها من جهته، صحيح ولا لا؟ وهذا حق مشروع. طبعا. حق مشروع. شوف الطموح حق مشروع. انا ما سمعت تونسي يقول انا بلادي افضل بلد في العالم، اقول له حقك مشروع. لما يكون جزائري يقول لي بلادي افضل بلد في العالم، حقك مشروع. ويكون مغربي يقول لي افضل بلد، حقك مشروع. لكن حق مشروع لازم يشتغل ايضا. طبعا. ونكون عندنا غيره على البلد، والغيره على البلد ليس فقط بالكلام، بالشغل، بالحفاظ على القوانين، اعطاء دائما يعني الصوره المميزه، صوره تمثل دائما بلدك، وتمثل دائما وتحس بانك عندك مسؤوليه. كل واحد مسؤول على البلد الذي يمثله. شكرا لك كابتن عبد العزيز بنيج على مداخلتك، سعيد جدا ان كنت حاضر معنا الحديث على النهائي بين الاهلي والوداد كما